السلام. اليوم غادي نشرحوا الأسئلة الجديدة في رخصة السياقة. السؤال الأول: سياقة مركبة بدون صفائح تسجيل كتعرض السائق السيارة إلى غرامة ما بين 2000 حتى 6000 درهم، 2000 حتى 12000 درهم. في هذه الحالة كيتم الحجز المركبة في المحجز. نعم، لا. الجواب صحيح في هذه الحالة هو رقم جوج 3. سياقة مركبة بدون صفائح تسجيل هي البلاكة اللورانية اللي كيكون فيها الأرقام والمدينة ديال السيارة. هذيك البلاكة إلا كنتي تسوق السيارة وما مركبهاش، هادي راه كتعتبر جنحة وفيها غرامة من 2000 حتى لطناش ألف درهم، وكيديو السيارة للمحجز. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو جوج 3، فيها غرامة من 2000 حتى لطناش ألف درهم، وفيها الحجز ديال السيارة. ننتقلو للسؤال الموالي. السؤال الثاني: على بعد 150 متر غادي نكون مجبر بالوقوف. نعم، لا. خصنا نعطي الأسبقية لليمين ولا اليسار. نعم، لا. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو واحد 3. على بعد 150 متر راه غادي نكون مجبر بالوقوف. هادي علامة متقدمة وكتبين لنا راه متقدمة بشحال 150 متر، وعلى بعد 150 متر غادي نلقى قف، ودائما علامة قف كنعطيو الأسبقية لليمين ولا اليسار. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو واحد 3. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثالث: يمكن لي نوقف قبل اللوحة؟ نعم، لا. يمكن لي نوقف بعد اللوحة؟ نعم، لا. الجواب الصحيح في هذه الحالة هو جوج 4. ما يمكنش ليا الوقوف لا قبل العلامة ولا بعد العلامة، حيت إلا ركزتو في الجانب ديال الرصيف غادي نلقاو خط متصل، ولا كان خط متصل ممنوع علينا الوقوف في ديك الشارع. يعني دائما فيما نشوفو رصيف وحداه خط متصل، يعني عرف هداك الشارع راه ممنوع عليك الوقوف فيه. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو جوج 4. ميمكنش ليا نوقف لا قبل لا بعد. ننتقلو للسؤال الموالي. السؤال الرابع: بسرعة 40 كيلومتر في الساعة مسافة التوقف هي 16 متر، 20 متر، 24 متر. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم جوج 20 متر. دائما فيما تنبغيو نحسبو مسافة التوقف كنضربو عشر العدد في نفسه. في هاد الحالة 40 العشر ديالها هي 4، و4 كنضربوها في 4 هي 16، و وكاينة استثناء ملي تنبغيو نحسبو مسافة التوقف من 40 لتحت كنزيدو 4. يعني في هاد الحالة 4 في 4 16 ونزيدو 4 هي 20. مثلا كنا غاديين ب30، راه حتى هي غنديرو 3 في 3 اللي هي 9، وغنزيدو 4 اللي هي 13. دائما ملي تتكون عندنا السرعة أقل من 40 غنزيدو ديك 4. أما في من 50 الفوق راه كنبقاو بالقاعدة الأصلية، كنضربو العدد في نفسه. غير من 40 لتحت كنزيدو ديك 4. يعني في هاد الحالة 4 في 4 هي 16، ونزيدو 4 كتساوي لنا 20. داكشي علاش درنا 20. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو جوج 20 متر. ننتقلو للسؤال الموالي. السؤال الخامس: هاد المنع كيتطبق على الدراجات الهوائية، الدراجات النارية، الدراجات ذات محرك. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 3. هاد المنع كيتطبق على الدراجات ذات محرك، أما الدراجات النارية راه تيديروا لهم موتور كبير، والدراجات الهوائية تيكون عندهم تا هما علامة منع خاصة فيهم تتكون دراجة هوائية. في هاد الحالة دايرين لنا موتور صغير، يعني راه هاد الموتور راه بلا بيرمي. ودائما هاد العلامة أغلبيتها تكون ملي تتكون داخل شي نفق كيمنعوا على صحاب الدراجات ذات محرك يدخلوا لهداك النفق.
أمّا راه صاحب الدراجة كبيرة اللي كتساق برخصة خاصة بها، هاذوك راه مسموح ليهم يدخلوا، هادي راه كتمنع غير الدراجات ذات محرك. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 3. ندوزو للسؤال الموالي، السؤال السادس: الأنظمة المساعدة في السياقة كيصحّحوا جميع أخطاء السائق، نعم، لا. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 2، لا. هاد الأنظمة هما فقط كيساعدو السائق في السياقة ديالو، أما هما ما يقدروش يصحّحوا جميع الأخطاء ديال السائق. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو 2، هما مديورين باش يسهّلوا على السائق السياقة. ندوزو للسؤال الموالي، السؤال السابع: قبل السفر يجب تجنب تناول البروتين، أكل وجبة دسمة، النوم لساعات قليلة. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو 2 3. خصني نتجنب ناكل شي وجبة اللي تكون تقيلة ودسمة، حيت بحال هاد الوجبات تيأديو للنعاس، يعني خصني نتجنبهم قبل ما نكون مسافر. في نفس الوقت خصني ناخد وقتي في النوم، ماشي النوم لساعات قليلة. أما تناول البروتين راه ما ليه حتى علاقة، راه ما يأثرش عليك في السفر، بالعكس راه غيعاونك. يعني الجواب الصحيح في هاد الحالة هو 2 3. ندوزو للسؤال الموالي، السؤال الثامن: القدرات التي يجب التوفر عليها للسياقة هي: الحسية، الذهنية، المادية، الحركية. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 1 2 4. خاصني نكون تنتوفر على قدرات حسية وذهنية وحركية، أما ماديا لا. فالجواب غادي نديرو 1 2 3. ننتقل للسؤال الموالي، غادي نقوم بالأداء نقدا، يمكن ليا نستعمل الممر؟ رقم 1، رقم 2، رقم 3. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 3. في هاد الحالة حنا في محطة الأداء ديال طريق السيار، ومني غنبغي نخلّص نقدًا، يعني خصني نمشي لهاديك اللي تيكون فيهم السهم بالأخضر، أما هادوك اللي تتكون فيهم X بالأحمر هادوك راه ما خدامينش، وهاديك العلامة اللي كاينة في واحد هاداك اللي تيكون عندهم الجواز ديال طريق السيار. في هاد الحالة حنا غنخلصو غير نقدًا، يعني خصنا نستعملو الممر رقم 3. ننتقلو للسؤال الأخير، السؤال العاشر: كاينين بعض الأدوية اللي ممنوع تناولها قبل السياقة، نعم، لا. الجواب الصحيح في هاد الحالة هو رقم 1، نعم. كاينين بعض الأدوية اللي كيأثرو عليك في السياقة وممنوع عليك وانت واكلهم، يعني ديما خصني نستشار من الطبيب إلا كان الدوا شكيت فيه أنه تيكون تأثر على السياقة نسول، وتيكون مكتوب حتى على العلبة ديال الدواء. يعني في هاد الحالة الاختيار الصحيح هو 1. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، ما تنساوش تضغطوا على لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.